السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعاملين إيه يا حلوين؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. أنا ما كنتش هاعمل فيديو، ما كنتش هاعمل حاجة، بس بصراحة الموضوع استفزني جدًا. أولًا لو أول مرة تشوفوني على قناة ترندات نونا، أتمنى إن أنتم تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. نصلي على النبي ونقوله بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا ولاد، أنا كنت في مشوار بره البيت كده، وإذ لقيت إيه إشعار جالي إن جبس مصر عامل فيديو بيقول فيه إن الحقيقة كاملة. طبعًا إحنا عارفين من امبارح إن أصالة اللي هي مي طلعت وقالت أنا كنت صاحبة هبة، وهم عاملين الموضوع فاجأتنا، اللي هو خلّتنا تا 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 اتفاجئنا. طب ما إحنا عارفين إن هو ترند وعارفين إنه تمثيلية، ما علينا. مالِك يا ست الناس؟ ضحكوا عليَّ وغدروا بيّا وعملوا بيّا، وجابت تسجيلات بينها وبين هبة أم سليم، وقالت إن قالت لها أنا عايزة فلوس وعايزة، قالت لها إحنا لسه في 5 فيديوهات، وأنتِ تحاوري بقى مع جِبس وكلميني بالراحة، أنتِ ما بتكلميش جِبس ومش عارف إيه والكلام ده كله. ما علينا، طبعًا شُفنا كلنا كنا متأكدين إن ده ترند، حكاية تمثيلية. ماشي يا عم الحاج. فتحت الفيديو يا ولاد، الحقيقة كاملة. ماشي، هيقول إيه؟ يعني هيقول إن كان تمثيلية. هو دخل قال إن هي تمثيلية، بس ما قالهاش إنها تمثيلية بطريقة كده. لأ، عارفين أنتم دخل علينا إيه؟ بمقدمة إن يا جماعة في ناس كتير على السوشيال ميديا بتعمل تمثيليات، وفي ناس كتير بتؤدي الفيديوهات بتاعتها بتؤدي لحالة سلبية للمتفرج. يعني مثلا الراجل اللي بيروح يجيب لمراته فيلا ب7 مليون جنيه، في فيلا ب7 مليون جنيه، معرفش ده الشقة دلوقتي عاملة 3 مليون جنيه. ما علينا. بتبقى في الآخر ب250,000 جنيه. ولو واحد راح جاب لمراته خاتم ألماظ ويطلعه على السوشيال ميديا، وبيسيب طاقة سلبية، وبيخليكوا تقولوا ليه حصل كده؟ ليه احنا مش عايشين؟ اشمعنى انتوا عايشين واحنا مش عايشين؟ ولو واحد بيجيب لخطيبته خاتم ألماظ ب5 مليون، بيبقى ب250 جنيه. أنا أقسم لك بالله نفسي أعرف فين الراجل بتاع الدهب اللي بيبيع الخاتم ب250 جنيه، وأنا هروح أشتري 4. إيه رأيك؟ 1000 جنيه كده 4 خواتم. إيه رأيك؟ أنا لو عندي شقة في 6 أكتوبر هولع في أمها. تمام. فأنا لو واحدة مخطوبة بتتفرج على الفيديو هتسيب خطيبها، هتقول لا أنا عايزة أعيش في نفس المستوى، لكن أنا عملت لكم تمثيلية. وانتوا لازم تكونوا عارفين ان التليفون عبارة والسوشيال ميديا عن تمثيلية. الله 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 الله. انت مالك بتاخدنا بتحطنا في حتة تانية ليه؟ احنا عارفين ان انت بتمثل، وعارفين ان انت بتقول كلام مش صح، وعارفين بكل الكلام اللي انت بتقوله ده، بس انت ليه جايبها في الشقق وراح قاري تعليق كده؟ هو عارفين انتوا التعليق كده ايه؟ بيقول واحدة بتقول ايه، من اين لك هذا؟ لناس، يعني واحد جايب، معرفش مين اللي جايب لمراته خاتم ألماس ب5 مليون، ولا جايب لخطيبته، والناس اللي في تركيا، والناس جبس مصر. فطبعا انت بترمي، وبعد كده جيت في اخر الفيديو قلت انا اول واحد عملت فرح، وفي يوتيوبر وبلوجر كتير قلدوني. طبعًا الكلام كله والناس اللي عرفت إن في ضرايب، ورُحت جايب صورتك وأنت منوّر قدّام مصلحة الضرايب، وقعدت تقول دول مش عارف إيه، ودول يعني هربوا، وفي ناس هربت علشان خاطر ما تدفعش ضرايب. على فكرة الناس اللي أنت بترمّي عليهم دُولة ممكن يكونوا مشوا عشان ما ياخدوش ضرايب، أو البلد ما تاخدش ضرايب، بس هو بعت مراته على فكرة. يعني هو بعت مراته قال لها سدّدي الضرايب اللي علينا، وراح قعد في تركيا براحته وبيشتغل. على فكرة اللي أنت بتتكلم عنه ده هو ما بيطلعش يمثل، هو حد صريح، لقى إن في ضرايب، أنا مش عايز حد ياخد فلوس مني، هادفع اللي عليَّ ومش هاشوفكم تاني. لكن أنت ضحكت على الناس، أنت اشتغلت الناس. أنا مش زعلانة منك يا أسمنت مصر أنت، أنا مش زعلانة. عارف أنا زعلانة من مين؟ من أم سليم. ليه؟ لأن أنا جيت لوقت أنا شخصيًا نونة اتعاطفت معاها شوية، اللي هو بدأت أصدق، أو بدأت أقول برضه إزاي ومش إزاي، أتاريها هي اللي معاك في الموضوع، وأتاريها هي اللي كانت صاحبتها أصالة، وأتاريها هي أنت اللي قُلت لها تُفّي عليَّ.
اللي هو في فيديو المقلب، وأصالة بقت تلطم اللي هي اسمها مي، تقول ازاي تقول لها مش مشكلة علشان خاطر الترند. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ليه كده؟ انا مش فاهمة ليه. فانت عملت ترند واحنا مصدقينه، ما تطلعش تخبط في الحلل بقى. يعني الناس اللي انت بتتكلم عليهم دول، انت قاعد بتعدلنا مشاهداتك 2 مليون ونص و2 مليون و700. الناس اللي انت بتتكلم عنهم دول بيطلعوا يومياتهم فطارنا غدانا عشانا مشترياتنا. والله اكبر، الفيديو بيجيب 6-7 مليون في سرك يا اسمنتو. بيجيبوا اثبتوا ان الناس دي بتشقى، اثبتوا ان هم ناس. يعني الراجل بيجيب كاميرات، انت اكيد بتشوفها، بيصرف على الكاميرات وبيصرف على المصاريف والتصوير، والست بتشتغل من قلبها قوي 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 قوي، وواقفة جنب جوزها وبتجيب يومياتها هي وعيالها ومش عارف ايه. راحوا في تركيا بس عايشين بصدق. حتى لما بيعملوا مقلب ماشي يا سيدي، بنبقى عارفين ان هو مقلب، بس فين وفين اهو بيغيروا. مش انت اللي عيشت الناس كلها، ومراتك معيشت الناس كلها على التمثيليات؟ ينفع كده اسمنتو؟ ينفع؟ لا، وكمان حاجة بقى، اكتر حاجة عجبتني يا جماعة، حياتكم قبل التليفون تختلف عن حياتكم بعد التليفون. ليه سايبين دماغكم للسوشيال ميديا؟ لا يا راجل، ما احنا لو ما حطيناش دماغنا في السوشيال ميديا اللي زي حضرتك مش هتلاقي تاكل، ولا ايه؟ ولا العركة لو ابتدت هتزعل؟ هو في ايه يا ابني؟ وانتوا بتقولوا في الفيديوهات ان احنا، بصوا التعليقات كلها بتيجي ان انا بشتغلكوا. طب وانتوا ليه تسيبوا حد يشتغلكوا؟ يعني انت بتطلع لنا لسانك، يعني انت بتقول لنا انتوا امكم في العشه ولا طارت. انا عملت تمثيليه وانتوا صدقتوها. اكونش بتفرج على كيرة والجن، ولا اكون بتفرج على عادل امام، ولا تكون كده هوت بجلاله قدرك كده مثلا محمود عبد العزيز الساحر بتفرج عليك. هو انت فاكر نفسك ممثل عشان تقول انا بطلع بعمل تمثيليه وبسليكوا ما بدلكوش طاقه سلبيه؟ لا والله. ليه؟ وهو احنا ولو حتى جاب لمراته، هو في خاتم ب 250 جنيه؟ ولو جاب لمراته، ما انتوا بتقبضوا الله اكبر. ما هو كل السوشيال ميديا بتعمل كده عشان تركب الترند. يا ابن الحلال، ده انا نفسي اركب الترند مش عارفه اركبه يا ابني. يا ابني ده احنا بص، الواحد بيكح تراب. ده الواحد حتى لو جاله فيديو والدنيا مشت والقناه مشت والدنيا تمام، يجي لي تحذير ويجي لي انذار بيوقف لي الربح وبيرجعني تاني من الصفر. هو في ايه يا جماعه؟ بس الواحد بيتقي الله يا اخويا، انا واحده من الناس بتقي الله. اه عشان لو جالي رزق يبقى الرزق جاي على خير. ف آه مش عارفه اقول لك ايه، بس كل ترند وانت طيب. وقول لام مسلم احنا زعلانين منك قوي، اخسى عليكي ماشي، زعلانين. مع ان عارفة ان احنا زعلنا اكيد مش هيفرق، انتوا هتفكروا هتطلعوا مع الموجة وهتنزلوا بينا تاني. و... والناس اللي اتبعك بقى هي اللي تلبس، اللي هم العيال الصغيرين، العيال اللي هم 11-12 سنة اللي هم بيتابعوك، دول برضو انت لعبت بمشاعرهم، دول انت صدمتهم. لان في ناس بتصدقك. انا شفت تعليق لواحد قال ايه ده، يعني هو مش متجوز أصالة؟ ازاي ده انا مصدقه، ده انا عامله. انت للأسف انت بتقول الناس دي، الناس التانية بتعمل طاقة سلبية، وانت بتهد البني ادمين اللي قدامك اللي هم الايه، البني ادمين اللي بيصدقوك، اللي هي المملكة. انا شفت التعليقات عندك كلهم بيقولوا احلى الغاء لجبوستي. يعني الله يكون في عونك بجد. فاتمنى يا جماعة ان احنا نسمع كلام جبس، ونقول ان احنا ما نصدقش السوشيال ميديا وكله تمثيل في تمثيل، والممثلين ماتوا والمنتج والمخرج، ثم مات الممثلون والمشاهدون جميعا. فاتمنى ان انتوا لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، ونشوفوا بعض في الترند الجاي ان شاء الله. السلام.